بداية المسلسل عزيزي المشاهد بتكون مع هان، وبنشوف هو بيعمل انترفيو وعايز يقدم في مدرسة الفنون ونفسه قوي يكون فنان مشهور، وفي نفس الوقت ده واقف قدام المتدربين وبيتخيل نفسه بيغرق في البحر ومش عارف يطلع منه، والمدربة بتناديه تسأله انت كويس وبيقول اه، وبنلاقي واحد من المتدربين بيقول الفيديو اللي انت بعته عجبنا كلنا وعايزين نتعرف عليك اكتر قدام الكاميرا بقى، وبيطلبوا اسمه وقال لهم ان عنده 18 سنة، وهنا هنعرف ان السن ده مش هو المناسب معاهم، وطلبوا منه يمشي وهيردوا عليه. وبتمر الايام وبيصحى هاني يروح المدرسة وبيفتكر مامته وهي بتقول له ياخد العلاج بتاعه كل ما يحس بضيق تنفس، وساب مامته وقتها علشان يروح اختبار المواهب مع هيون صاحبه، ومامته ما كانتش موافقة وجاله هيون البيت علشان يحط مامته قدام الامر الواقع. بنرجع تاني للواقع وبنشوف هام مع هيون صاحبه، وبنلاقي هيون بيقول له هو انت قلت لمامتك ولا لا، وقال له لا انها ما تعرفش اي حاجة، هو مستني اما النتيجة تظهر. وفي نفس الوقت ظهرت البطلة رشا وبتسلم عليهم وبتقول لهان انا شفت الفيديو اللي انت مقدمه في الاختبار كان حلو قوي واكيد هينجح. وفي نفس الوقت ندهت عليها صاحبتها رودي فسابتهم ومشيت. وبعد ايام طلعت النتيجة وبنلاقي ان هان اتقبل فعلا وتعرف على كل اصحابه المشاهير، بس هو كان نفسه يكون احسن منهم كلهم. وشاف هان بعدها زمايله بيتخانقوا والمدير بيقول لهم يروحوا المكتب بتاعه بعد الحصة. خلصوا التدريب ولاحظ هان ان رشا ما جاتش النهارده وبيسأل هيون لو يعرف السبب، ويون بيعرفه ان الطريق قدامنا طويل احنا قدرنا نروح للمدرسة، لكن الوكالة هي اللي بتختار من وسطنا مين هيبقى مشهور، وانت يعني يا هان موهوب وفيك كل المميزات الحلوة وكلها اعجبت بيك. وهنا بيكون هان استعاد ثقته بنفسه. وتاني يوم الصبح بيروحوا للمدرسة وبنشوف بعدها رودي بتصور فيديو كوميدي كده مع زمايلها، بتشوف رد فعلهم لما بتطلب منهم يرتبطوا بيها، الكل طبعا بيرفض وهي عمالة بتضحك. يوم بيقول البنت دي يا ترى مالها عايزة ايه في المستقبل هي كمان. وبعدها بأيام هان بيبقى ماشي كده في الشارع بيتفرج على صور المشاهير وبيصورها في نفس الوقت. بنشوف رشا قاعدة بتصور بوكيه الورد اللي جالها هدية وبتحضر نفسها للعرض بتاعها، وده لأنها يعتبر واحدة من المشاهير هي كمان. نرجع لهان اللي بيبقى ماشي وتليفونه بيرن وفجأة بيلاقي الناس في الشارع بيوقفوه وبيتصوروا معاه، بيقولوا عنه ان هو في شبه كبير قوي من النجم المشهور قاي. هان بيستغرب جدا وبعدها بيسمع واحدة بتطلب منه ان يفتح صفحته ويشوف نفسه بقى مشهور قد ايه. الفيديو اللي نزله جايب مشاهدات عالية. لما بيفتح تليفونه بيلاقي انهم منزلين صورته جنب صورة قاي وبيقولوا انهم لقوا النسخة التانية منه خلاص، وبيقول اشمعنى اتشبه ده الشخص الوحيد اللي انا بكرهه. بتمر الايام وهان عنده امتحان عملي في المدرسة والمدرب بتاعه بيسأله عملت ايه وبيقول له متقلقش خالص، وبيكون هان لابس ماسك علشان خاطر الصحافة وطلع بره مبنى المدرسة. في الوقت ده عدى من جنبه قاي وبيقول لنفسه انا عارف ان هو موهوب قد ايه وبيشتغل على نفسه كتير قوي وبيتعب علشان يبقى مشهور. بيرجع للبيت وبيحضر هدومه وبيقول في نفسه ان قاي هو سبب وجوده هنا وشهرته، وبيقول غير كده كمان قاي انسان حقيقي مش زي اي انسان مزيف قوي وصل للنجاح على حساب حد تاني. تاني يوم بيروح هان المدرسة بيبقى لابس طاقية علشان يغير شكله ومحدش يعرفه، وبيكون مستني هيون وبيفتح تليفونه. وهنا كانت الصدمة، بيشوف كل الكومنتات بتتكلم عنه وانه عمال يقلد قاي في كل حاجة. هيون بيجي ومستغرب ايه اللي عامله في نفسه هان ده ما كانش هيعرفه خالص، وبيفضلوا يتكلموا بيقولوا احنا لازم نستغل الشهرة اللي انت فيها دي وتشتغل مع اي شركة بدل قعدتك دي. بيعرفوا ان في شركة كلمته اصلا وهيروح يعمل انترفيو فيها. صاحبه بيفرح له وبيطلب منه يوريه الشات اللي بينه وبين الشركة، وبيعرف ان المقابلة هتكون بعد اسبوع وبيقول له يستعد علشان يروحها. بيعدي الاسبوع بنشوفه وهو بيجهز نفسه علشان يروح المقابلة، وهنا كانت الصدمة لما بيقول له ان هم عاوزينه يسجل فيديو كليب على اساس ان هو قاي. طبعا بيرفض وبيروح يقول الخبر لمدير الشركة. بنعرف انها اصلا تبقى ام قاي وبتقول له ان خلاص هتتصرف هي، وبتبقى مقدمة لقاي اصلا في مدرسة الفنون، وبتقول للموظف ان يعلن التحاق قاي بالمدرسة لما نتيجة الامتحان القبول تظهر. وبعدها بايام النتيجة فعلا بتبان وقاي بيكون اتقبل في المدرسة، والكل بيكون متفاجئ ان قاي موجود وسطهم. الصحافة بتبقى مستنياه يوصل للمدرسة وبيقول لهم ان هو يبقى قاي الحقيقي وعايزكم بقى تهتموا بيا. في نفس الوقت هان وهيون واقفين بيشوفوا قاي كده واقف بيتكلم مع الصحافة والاعلام. هان بيفضل يبص له كتير ولما قاي بيشوفه بيبص له هو كمان عايز يعرف ايه الشبه ما بينهم. بعد المدرسة بيروح قاي للبيت بتاعه قاعد بياكل وفي نفس الوقت بيتفرج على اخر الاخبار وبيفضل يضحك على كلام الصحافة عنه وعن هان. بتوصل والدته بتقول له ما يشغلش باله بحاجة طول ما هو بياكل. بيقول لها اسف يا ماما مش هعمل كده تاني خلاص. بيسيب التليفون وبعدها امه بتسأله عملت ايه النهارده في اول يوم دراسة. بيقول لها كله تمام طبعا. بتقول له طب كويس. بتخلي الخدامة تجيب له عصير وبيشربه وهو مبسوط، وبتقول له انت لازم تهتم بصحتك. تاني يوم الصبح بيروح هان للمدرسة
المدرسة بيقابل هيون وبيكونوا قاعدين مع بعض، لكن المفاجأة بقى بتكون لما بيجي طالب جديد في سنة أولى اسمه دونج، بيسلم عليهم وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم إن هو شاف كل فيديوهاتهم ومتابعهم ومعجب بيهم جدا وعايزهم يصوروا معاه فيديو. طبعا بيوافقوا وبيفرح جدا وبيديهم هدية شوكولاتة وبيقول لهم إن هو هيتواصل معاهم على تليفونهم الخاص وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بيروح علشان يعمل الفيديو سوا. بيعجب دونج جدا وبيعرفهم إن هو هينزله على السوشيال ميديا وهيعمل لهم منشن عليه وبيشكرهم على الفيديو. فرودي بتبقى واقفة وشافت اللي حصل، بتقول لهم انتوا وافقتوا تسجلوا مع الراجل ده فيديو علشان اداكم شوكولاتة. يوم بيقول لها احنا بنحب الشوكولاتة خاصة هام، بس ما صورناش الفيديو علشانها، صورناها علشان هو من المعجبين بتوعنا. في اللحظة دي بيجي كاي وبيكون لابس نفس الكاب اللي لابسه هان، فدونج بيفرح جدا وبيقول بما ان كاي الحقيقي وكاي المزيف موجودين وكمان لابسين نفس الكاب، فايه رأيكم تعملوا فيديو مع بعض يكسر الدنيا؟ هان بيعترض وبيبقى عاوز يضرب كاي. الطلاب بيصوروا فبيسيبه وعايز يمشي. بيمسكوا كاي بيقول له انت رايح فين؟ مش هتمشي غير لما نعمل الفيديو سوا. بعدها بنشوف هام في صالة الألعاب ورودي عمالة تتفرج عليه وبتسأل هيون هو ليه صاحبه هام دايما بيتضايق لما حد يشبهه كاي؟ ده المفروض كان يستغل الشبه ده والشهرة ويفتح صفحات باسم كاي ويقلده وهيكسب فلوس كتير. بيقول لها ما دي المشكلة بقى، طالما انت مش عارفة أي حاجة عن هان ما تتسرعيش في الكلام. بتقول له ليه، هو في ايه؟ بيقول لها الحكاية بدأت من زمان، وبيحكي لها ان هان وهو صغير كان حساس جدا وبيحب يبقى لوحده، مش بيحب يشارك أي حاجة مع أي حد، لدرجة ان كان بياخد دروس خصوصية في البيت. والصدفة حكمت ان احنا الاتنين نتعرف على بعض وبقينا اصحاب من يومها. وفي يوم من الايام شفت موقف غريب، هان وكاي كانوا واقفين ومعاهم وقتها والدتهم، ولاحظ ان الاتنين شبه بعض جدا جدا ولابسين نفس الهدوم. راحت ام هان اتضايقت جدا وقلعت هان الجاكيت بتاعه علشان ما يبقاش شبه كاي في اي حاجة. مع مرور الوقت عرفت السر اللي بسببه مامته اتضايقت كده وقتها، ان هم فضلوا طول حياتهم بيعانوا من الناس دي، علشان كده كبر وهو بيكره التقليد او ان حد يشبهه بحد تاني. نرجع للحاضر، بتقول له كويس ان انا عرفت السر ده علشان بعد كده ما اقولهوش. بنروح بقى لشاب اسمه كيم واقف مع موظف الاستقبال بتاع الشركه. بيجي هنا كاي وبيمشي بسرعه، فبيساله كان بيعمل ايه كيم؟ بيقول له ولا اي حاجه. بيقول له ان هو شاف الفيديو بتاعه اللي لسه منزله وشاف هام مقلده ومنزل نفس الفيديو. فكاي بيقول له ان هو ما كانش بيقلده ولا حاجه، بس كان المفروض يعملوا الفيديو ده سوا، فهان رفض وكل واحد عمله لوحده. بيقول له فهمت خلاص. في اللحظه دي بتعدي رشا، فكاي بينده لها بتقف تشوفه عايز ايه، بس اول حاجه بتقول له بما انك في سنه اولى وانا اكبر منك يا ريت يعني بعد اذنك ما تناديش عليا باسم تاني، قول لي يا استاذه رشا. وبيقول لها معلش يا استاذه رشا، يعني ما كنتش اقصد، بس انا اعلى واحسن منك ب7 مراحل في الشغل وده يديني الحق اندهلك باللي انا عاوزه. بتتحرج جدا وبتقول له طب استاذن انا بقى، هبقى اشوفك في المدرسه بكره. بنشوفها طالعه وبتركب عربيه الشغل، بنعرف انها شغاله في الشركه بتاعت مامته. من جهه تانية بنشوف هان راكب الاتوبيس وبيفكر في كلام الاخبار اللي بتقول عنه ان هو بيقلد كاي. بيبقى متضايق جدا جدا وبيقول في نفسه ان هو لازم يبقى مميز، لازم ابقى احسن منه باي طريقه. بتمر الايام والسنين وبتبقى رشا مشهوره جدا وبتحقق حلمها اخيرا اللي كانت بتحلمه، واللي سعيده على تحقيق الحلم ده هو كاي لما اخدها وشغلها في الشركه بتاعتهم. وبيكون كده بقى لها سنين ما راحتش المدرسه، فبتقرر انها تروح تاني. ولما اصحابها بيعرفوا انها راجعه تاني بيفرحوا وبيحضروا لها مفاجاه في الفصل. ورودي بتبعت هاني الغلبان علشان يروح يجيب التورته من المحل، ولما بيرجع بيبقوا فاكرين ان هو رشا. بيقفلوا الانوار وبيحضروا نفسهم خلاص، بس لما بيدخل الفصل بيتصدم ان هو، فبيزعقوا علشان كانوا فاكرينه رشا. في نفس الوقت هي اللي بتدخل عليهم والمفاجاه بتبوظ، وبتكون مفكره كل الزينه دي علشان عيد ميلاد حد تاني. تسالهم عيد ميلاد مين النهارده، محدش بيرد. بعدها بتعرف ان هم كانوا محضرين ليهم فجاه، بس هان بوظ كل حاجه. في نفس الوقت بيجي لهان استدعاء من الاستاذ بتاعه، بيروح له والاستاذ بيقول له عايزك تشارك في العرض الموسيقي. وهان بيقول له مين تاني مشارك في العرض ده؟ واما عارف ان كاي موجود ما كانش عايز يكمل، بس الاستاذ بيقول له ان الطلبه كلهم رشحوه ولازم يجي، وان كلنا واثقين فيك وفي الموهبه اللي عندك. بيفضل يفكر وبيبقى فاكر ان زمايله في المدرسه قاصدين يرشحوه، بس لما يطلع مع كاي وقتها هيفضلوا يتنمروا عليه وبيقولوا ان هو مزيف ومش مزيف ويقارنوه بكاي. بيبقى حزين جدا وبيروح يقعد مع صاحبه هيون اللي بيبدا يفسر له ان الافكار دي كلها سلبيه من راسه، وان هم اختاروا علشان بيحبوا هان، بس هو للاسف مش بيقتنع وبيسيبهم وبيمشي. بيروح يقعد في صاله التدريب ورشا بتروح وراه بتقنعه ان محدش يقصد يقارنه كاي ولازم يقوم ويجتهد في التدريب ويطلع احسن ما عنده في العرض الفردي، وبتفضل تشجعه ويتغلب على كاي كمان. بيفرح بكلامها جدا وبترجع له ثقته في نفسه. بيفضل يتدرب ويجتهد. تاني يوم لما رشا بتخلص شغلها تبقى راجعه للبيت وبتشوف كاي عمال يتدرب، بتقف تتفرج عليه. بياخد باله وبيقول لها بتتفرجي على ايه، فبتكون عايزه تمشي بس بيوقفها. بتقول له على فكره انت وهان بتتدربوا حلو خالص ومتشابهين جدا، بس هو طبعا مميز عنك كتير قوي قوي. بيفاجئ ان هان هيشارك في العرض. بيقول لها ان هو هيبذل كل جهده في الرقص
علشان يخطف الاضواء. وبيجي اليوم اللي هيقدم كل واحد منهم العرض بتاعه، بيبقوا متحمسين جدا. المسؤول بيبدا بقاي، ولما بيطلع على المسرح بيبدا في الرقص وبيكسر الدنيا. ولما بيسمع هاني الاغنيه اللي قاي بيرقص عليها بيتصدم صدمه عمره، لانها نفس الاغنيه اللي اختارها علشان يرقص هو كمان عليها. فبيجي في باله دلوقتي لو طلع على المسرح بنفس الاغنيه والرقصه كله هيتاكد انه فعلا بيقلد قاي. فللاسف اضطر انه يهرب من العرض وما يقدمش حاجه خالص بدل ما يسمع الكلام اللي بيكرهه. بعد ما بيخلص قاي العرض بتاعه واصحابه يفضلوا يمدحوا فيه، ولما بيشوف رشا موجوده بيفرح جدا علشان شافت العرض بتاعه. في الوقت ده مقدم العرض بينادي على هان علشان يبدا العرض بتاعه، وبتشتغل نفس الاغنيه اللي المفروض يرقص عليها. وطبعا عزيزي المشاهد الكل بيستغرب انها نفس الاغنيه اللي رقص عليها قاي، بس بيعرفوا ان هان هرب من العرض لما عرف ان قاي كان بيرقص على نفس الاغنيه. بيحاولوا كلهم يتواصلوا معاه وبيرنوا عليه بس مش بيرد عليهم، وبكده بيلغوا العرض بتاع هان خلاص. رشا بتشك في الموضوع علشان هان مستحيل يقلد قاي، ودي مش صدفه يعني الاتنين يختاروا نفس الاغنيه، لا ونفس الرقصه كمان، ازاي يعني؟ وبنلاقي ان قاي كمان مستغرب قوي وبيسال نفسه ليه الاستاذ بتاعهم خلاه يغير الاغنيه اللي كان محضرها وخلاه يتدرب على نفس الاغنيه بتاعت هان. ولما بيرجع للبيت بيحاول ان يسال مامته عن السبب اللي حصل، بس بيضطر يسكت مش بيقدر يواجهها. في نفس الوقت ده بيبقى هان نايم وحزين من اللي حصل. امه بتجيب له الدكتور النفسي بيقول ان حاله هان النفسيه سيئه جدا ولازم يرتاح. وبيفضل هان غايب كذا يوم من المدرسه مش قادر يواجه اي حد باللي حصل، وبيبقوا اصحابه قلقانين عليه كل شويه يطمنوا، لكن لا حياه لمن تنادي. تاني يوم الصبح بيروح قايم مدرسه، بيبقى عاوز يتكلم مع الاستاذ بتاعه ويعرف منه ليه خلاه يغير الاغنيه. بيبعت له رساله وبيساله، وبعدها بيروح عند رشا وبيسلم عليها بس هي بتتجاهله. فرودي بتاخدها وبتقول لها يلا نمشي، بس هو بيوقفها وبيقول لها ان هو عاوز يتكلم معاها في موضوع مهم. بياخدها في مكان بعيد عن الطلبه وبيقول لها انا عارف ان انتي شاكه في الموضوع وشاكه فيا انا كمان، وان انا اللي بقلد هان، بس كان المفروض قبل ما تشكي فيا تساليني الاول بدل ما تتجاهليني كده يعني. بتقول له اصل الموضوع غريب وملهوش علاقه يعني بالصدفه نهائي، وبعدها بتسيبه وبتمشي. بيفضل قاي يفكر في الموضوع، بيسال مدير اعماله بيقول له ان هو لازم يعرف جايب نفس الاغنيه منين والرقصه كمان. فافتكر انه شاف حد في الشركه مشغل الفيديو اللي هان كان مسجله قبل ما هو يبدا يتدرب. في الناحيه التانيه هنلاقي الاستاذ بيستدعي هيون، فلما بيوصل هيون عند الاستاذ بيبقى متوتر جدا. بيساله اذا كان هو اللي ورا تقليد قاي لرقصه هان. الاستاذ بيبص له وبيسكت. في يوم بيخاف منه وبيفضل يضحك، بيقول له ما كانش قصدي حاجه يعني، وبيغير الموضوع وبيمشي. بنرجع بقى لقاي وبنشوفه رايح للمكتب بتاع الاستاذ هو كمان، وبيفتح الكمبيوتر وبيدور على معلومات تخص هان، وكمان بيحاول يفتح صفحته وبيتفاجئ ان كل حاجه عنده متشابهه. وفي الوقت ده بيفتكر زمان وهو صغير مامته كانت هي اللي دايما بتشبهه بهان، عايزاه دايما يبقى نسخه من هان، وكمان كانت بتنادي عليه باسم هان. لحد لما بيموت باباه بيجهزوا له مراسم الجنازه، وبيشوف هان في وشه وبيتصدم من وجه الشبه اللي ما بينهم. وبيلاقي ام هان بتتخانق مع مامته، بتقول لها انها خطافه رجاله خطفت جوزها منها وعاوزه كمان ابنك يبقى زي هان، وبيشدوا في شعر بعض. وقتها استغرب من اللي بيحصل ده كله، وبيشك وقتها في مامته ان هي اللي بتخليه يقلد هان من غير ما يحس. بيسمع صوت حد جاي المكتب بيستخبى، وبيلاقي ان الاستاذ هو اللي جه، وبيلاقيه بيقعد على الكمبيوتر وبيكلم مامته وبيقول لها ان هو نقل كل البيانات زي ما قالت له، وبيقفل معاها وبيمشي. بيرجع للبيت وبيلاقي مامته بتشرب عصير ليمون وبرضه بتنادي عليه باسم هان. تاني يوم الصبح هان بيروح للمدرسه، بيبقى متوتر جدا من رد فعل اصحابه علشان خيب املهم، وكانوا اصحابه مستنيين رجوعه في الفصل وبيحتفلوا معاه. لحد لما بيدخل وبيسلم عليهم بيبقوا مبسوطين جدا. ورشا بتشوف قاي من الشباك بتروح له عند المكان اللي بيقعد فيه، بتتاسف له علشان شكت فيه وبتفضل تتكلم معاه، وبتكون معجبه جدا جدا بالمكان ده وجمال السما فوقيهم. وبيقول لها قاي يعني انت بقالك 3 سنين في المدرسه اول مره تعرفي المكان ده؟ بتقول ان ما كانتش بتيجي المدرسه بسبب شغلها. وشوفها جايه المدرسه وبتقابل الاستاذ هيوك اللي بيكون مدير قسم الرقص. بيقول لها طالما كلفتي نفسك وجيتي للمدرسه يبقى عايزه حاجه مهمه. وبتقول له انا المره دي عايزه حاجات مش حاجه واحده. اولهم انت بتطلب منه انها تنضم ليه وتشتغل معاه في المدرسه علشان تعمل اللي هي عايزاه، لكن في الحقيقه اصلا رايحه المدرسه علشان خاطر تشوف هان. ولما الشاب اللي اسمه كيم بيشوفها بيروح وبيبلغ قاي ان والدته موجوده، فبيعرف السبب على طول وبيروح يدور عليها بسرعه علشان مش عايزها تشوف هان. ولما بيلاقيها بيجي يروح عندها بيبقى هان ماشي ورباط الكوتشي بتاعه مفكوك. بتوقفه وبتقول له خلي بالك من نفسك. والصحافه بتفضل تصور ام قاي وهي واقفه مع هان. قاي بيتضايق وبيفضل يشدها. في الوقت ده بيجي الاستاذ، ولما بيشوفها واقفه مع هان بيشدها من ايديها بياخدها بالعافيه وبيقول لها انت جايه هنا علشان هان يعني مش كده؟ بتقول له انت مالك، خليك في حالك، اللي تحتاجه مني هو الشغل، مالكش دعوه باي حاجه تانية. وبيبقى قاي واقف وبيسمع، بيزعل جدا من والدته والدنيا بتمطر، وبيمشي تحت المطر وبيفكر في مامته واللي بتعمله معاه. وفي نفس الوقت بيتعب هان وبيجيله ضيق تنفس. بتشوفه رودي وبتروح تشوفه ماله، وفجاه بتلاقيه اغمى عليه. بتاخده بتروح للمستشفى، ولما بيفوق بيلاقيها في وشه بيعتذر لها علشان
علشان خلاها تخاف عليه بيطلب منها ما تعرفش حد باللي حصل نهائي وبياخد منها وعد. في الوقت ده بيجي هيون ومعاه رشا علشان يطمنوا عليه وبيسألوا ايه اللي جابه هنا. رودي بتحاول تكذب عليهم وبتقول لهم ان هو وقع من على السلم، قالت تجيبه هنا المستشفى علشان تطمن عليه. هان بيقول ده اللي حصل بالظبط. هيون ورشا بيعملوا نفسهم مصدقينهم يعني، وبعدها بنشوف كاي عند الجراج بتاع هان بيبقى ماسك تليفونه وبيشوف في اخر الاخبار وبيلاقي الصحافه منزله صوره مامته مع هان والناس بتبقى فاكراه هو. في نفس الوقت رشا بتبعت له رساله وبتسال اخبارك ايه، انا شفتك ماشي تحت المطر زعلان. وفي اللحظه دي عزيزي المشاهد بتيجي الشغاله بتاعت هان، فبيقرر كاي ان يطمن شخصيته وبيطلب منها تليفونها علشان يرن على والدته، لكن بيحط رقم الحربايه وبيلاقي ان الرقم متسجل عندها، فبيعرف ان الخدامه دي هي اللي دايما بتتواصل مع مامته وبتوصل كل معلومات هان بما انها شغاله عنده، وهي اللي بتخلي مامته تخليه زيه بالظبط. وبيقول لها الحقيقه انه مش هان. بتتوتر وبتتحايل عليه ان ما يقولش لحد حاجه وهتعمل كل اللي هو عاوزه. تاني يوم بنشوف هان وكاي واقفين وسط مجموعه من الطلبه بيحاولوا يعدوا الطريق وبيلاقوا نفسهم لابسين زي بعض بالظبط، حتى الشمسيات شبه بعض كانهم توأم. والطلبه بتبقى فاكراه ان هان بيقلد كاي وبيفضلوا يتكلموا عنهم. كاي بيبص على هان وبيقول له طبعا الناس فاكره ان انت بتقلدني، بس الحقيقه ان انا اللي بقلدك. كاي بيتضايق وبيرمي شمسيته وبيعدي الطريق والاشاره حمراء، ولما بيوصل المدرسه بيغير هدومه وبيلبس هدوم التدريب. لكن للاسف انتشرت صوره ليهم هما الاتنين، صحابنا البنات بيشوفوها وبيستغربوا جدا، ورودي بتقول ان كاي هو اللي دايما بيقلد هان. في الوقت ده هان بيدخل الفصل وبيلاقوه مغير هدومه، بيسالوا فين اللبس اللي كان لابسه، بيقول لهم ان هو اتبل من المطر وغيره مش عشان اي حاجه تانية، فعرفوا ايه السبب اللي خلاه يغير هدومه. ولما بيجي وقت البريك بيبقى هان قاعد مع اصحابه وهيوم بيصور بس مباشر ورودي ورشا بيتفرجوا عليهم. في الوقت ده بيجي كاي وبيقعد جنب هان وبرضه لابسين زي بعض قوي، ولما رودي ورشا بيشوفوا كاي لابس زي هان بيستغربوا وبيتاكدوا ان كاي هو اللي بيقلده دايما. بنشوف احنا بقى هان وكاي وعمالين يتعاتبوا على سلم المدرسه، وهان بيطلب منه يبطل يقلده، بس كاي بيقول له فعلا انا قاصد اقلدك، كفايه ان انت اتشهرت على حسابي. هان بيقول له على اساس ان انا كنت عايز اتشهر بالطريقه دي يشبهوني بيك انت، يقولوا عليا ان انا بقلدك وانت اللي بتقلدني. كاي بيقول له هو ده اللي بيضايقك؟ بس امال انا اعمل ايه؟ امي اللي بتعاملني دايما كانها شايفاك ومش شايفاني نهائي. هان بيسكت وبيحس ان كاي صعب عليه. بنشوف صحابنا ماشيين مع بعض وهيوم بيقول لهم ان كاي قاصد يقلد هان وانه شاف ده بعينيه. رشا بتقول ان اكيد الموضوع ده فيه حاجه غلط ولازم نعرفها. في اللحظه دي بتيجي رساله لكل شخص منهم فيها نتيجه مسابقه الملاك الحارس، ودي اللي بتعملها المدرسه كل سنه، واللي بتبقى عباره عن هما بيختاروا لكل طالب منهم طالب يبقى ملاكه الحارس. كل واحد بيعرف مكان الشخص ده وبيروح عنده، وبيبقى هام ملاك حارس لرودي ورشا بيبقى ملاكها الحارس شخص تاني غير كاي. في الوقت ده بتيجي رساله لكيم ان هيون هو اللي يبقى ملاكه الحارس. بيستغرب جدا، ولما رودي بتروح عندها صاله الرقص بتقول له تعالى نروح حديقه الاسماك بما انك بقيت الحارس بتاعي. بيقول لها حاضر، بس كله الا المكان ده لان الصراحه بخاف من الاخطبوط، عنده 8 رجول دايما بحلم بكوابيس بسببه. بتقول له انها نفسها تروح هناك جدا، وبنلاقي كاي مستني رشا ترن عليه. من بعد ما يعرفوا النتيجه بيلاقيها بعتاله رساله انها عايزه تقابله في الشركه ضروري، عايزه تتكلم معاه في موضوع مهم. بيبقى عارف انها عرفت ان هو بيقلد هان ومش عارف يقول لها ايه الصراحه. تاني يوم الصبح بيروح هان حديقه الاسماك هو واصحابه مستنيين صاحبتنا رودي انها تيجي، ولما بتوصل بتقطع لهم التذاكر وبتقول لهان في ودنه انها مش هتخليه يخاف من الاخطبوط. بيدخلوا وبيفضلوا يتصوروا مع بعض في وسط احواض السمك، وبتفضل رودي تهزر معاه. بعدها بيجي على بالها انها تروح تشتري اكل للبطريق وتطلب من هان يروح معاها ومش بيرضى، فبتاخد صاحبه وبيفضل هان قاعد مستنيهم وسط حوض السمك. في الوقت ده صاحبه بيبدأ يتكلم معاها وبيسألها اشمعنى هان يعني جه هنا بالذات. بتقول له قصدك يعني علشان الاخطبوط؟ بيقول لها هو قالك ان هو بيخاف منهم؟ قالت له وبيحكي ان هو دايما بيخاف ومره جاله ضيق تنفس. وكاي بيروح للشركه علشان يقابل رشا. بتقول له طبعا عارف ان انا عايزه اقول لك ايه، فعلا انا بقلد هان وان هو اقرب منها علشان تبقى صاحبته، بس الاسباب دلوقتي اتغيرت وان هو بيعمل كده عشان ليه اسبابه الخاصه. بتقول له انت كذاب، انا مش عايز اعرفك تاني. بيطلب منها تسمعه وبعدها تبقى تمشي، وقال لها الحقيقه انا وهان اخوات من امهات مختلفه. وهنا بتاخد الصدمه وبنلاقي رشا متاثره بكلام كاي لما قال لها ان هو المزيف مش هان وان مامته اللي بتعمل فيه كده ودايما عايزه تشوفه هان. تقرب منه وبيقرر يبقى صاحبها من هنا ورايح. تاني يوم بالليل هان ورودي بيتمشوا مع بعض في الشارع، بتديله ميداليه اخطبوط لعبه هديه علشان تعرف بس ان الاخطبوط كائن لطيف مش وحش. بيشكرها جدا علشان بطل يخاف منهم وده فضل منها. وصلها للبيت، ولما بتروح هي تنام بتفضل تفكر فيه. بتبقى مبسوطه جدا وباين عليها انها خلاص وقعت في حبه، وبيبقى معاها كمان نفس الميداليه اللي اديتها لهان، وبتفضل تتصور بيها وبتبعت لرشا الصور وبتحكي عنه انها قضت يوم لطيف جدا معاه. تاني يوم الصبح بيروح كاي لصاله التدريب
بتبقى رشا هناك وبيقعدوا ياكلوا سوا، وبتعرف منه ان محدش يعرف ان هان اخوه غيرها، وده لانه حس معاها بالراحه النفسيه فحب يحكي لها كل حاجه تخصه. رشا بتفرح جدا وبتقول له ان لازم هان يعرف بده، وبعدها بتحكي له عن نفسها، بتقول له انها عايزه تسيب الشغل وكل حاجه وراها، تتحرر من اي قيود لانها تعبت نفسيا، حاسه انها شايله مسؤوليه اكبر منها. وغير ده كله اصحابها في الشغل بيكرهوها علشان مميزه عنهم، بيتاثر جدا بكلامها وبيقرر يقف جنبها وما يخليهاش تتخلى عن حلمها. وبيفتكر ان النهارده ذكرى وفاه باباه، بيرجع للبيت بسرعه، مامته بتقول له انت اتاخرت ليه كل ده، وبيقرر يكلم والدته وبيواجهها بالحقيقه وبيقول لها انت سبب المشكله اللي حصلت يوم عرض المواهب، انت اللي خليتيني اطلع الاول واغني وارقص نفس الاغنيه اللي هان كان هيغنيها. بتقول له ان كل ده بتعمله علشانه هو، وبيقول لمامته عايزك تركزي معايا انا واهتمي بيا ولو لمره واحده، وبيتعصب عليها وبتفضل تعيط. بتقول له انا اسفه يا هان، بتسيبه وبتمشي. بيتصدم قاي وبيعرف ان مهما عمل هتشوفه برضه هان، ده حتى غلطت في اسمه. تاني يوم الصبح بيروحوا للمدرسه وبيبقى عندهم تدريب رقص، المدرب بيدربه على الرقصه اللي هيقدموها، لكن قاي مش بيبقى مركز خالص، بيفضل سرحان في حياته المعقده، بيخبط فيه زمايله وبيقع وبيبقى مش مركز برضه. فالمدرب بيقول له بما انك ابن صاحب شركه مواهب فعايزك تشارك معايا في رقصه كده، وكاي برضه ما بيردش عليه. المدرب بيقول له بما انك يعني مش عايز فاحنا هنختار حد مكانك. هان بيرفع ايده وبيقول له انا، وبسبب كده كاي بيتضايق وبيمشي، وبيروح وراه صاحبه كيم وبيقول لهم معلش يا جماعه هو مشي علشان عنده شغل مهم في الشركه. وبيبدا هان ان هو يرقص مع المدرب، وبيصوروا فيديو هما بيرقصوا وبينشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وبيجيب نسبه مشاهدات عاليه. بيخلصوا التدريب وبينزل هان من على السلم، بيشوف اعلان لمسابقه فنون في المدرسه، ويوم بيجي من وراه بيقول له حابب تشارك ولا ايه؟ قال له طبعا لا. بيقول له ليه؟ انت عندك المواهب والمواصفات. هان بيطلع له كارت للمشاركه في برنامج اختبار تاني، وبيقول له ان المدرب اداهولي قبل ما انزل، وده معناه ان انا مش هبقى عندي وقت علشان انضم لمسابقه تانية. صاحبنا بيفرح جدا علشانه. في اللحظه دي رودي هي كمان بتيجي بتوريهم الفيديو بتاع هان اللي نزل، وبتعرف ان هو هيشارك في الاختبار، بتطير من الفرحه وبتقول لهم انا كده صاحبه اكتر 2 مشهورين في المدرسه. في الوقت ده بتيجي بنات من معجبين قاي وبيبقوا فاكرين هان هو قاي، وبيتصوروا معاه وبياخدوا اسم صفحته وبيمشوا، ورودي بتتضايق علشانه. وفي اللحظه دي بيبقى في شباب نازلين بيجروا على السلم وبيتخانقوا، فهان بيمسك رودي وبيخليها وراه، وبعد ما الشباب بتنزل رودي بتقول له انت بتعاملني كده ليه؟ هو انت معجب بيا؟ بيقول لها مين؟ انا معجب بيك ازاي؟ لا 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 لا. بتقول له سيبك من الكلام ده ويلا نمشي. وبنروح لقاي وبيبقى قاي عنده تصوير في البرنامج، لكن مش بيروح للاستوديو، بيروح يسمع برنامج رشا، وبيفضلوا مصورين مستنيينه، ولما بيلاقوه اتاخر بيأجلوا التصوير. وبنروح لرشا وبنلاقيها بتخلص البرنامج بتاعها، والمذيع بيشجعها وبيعرفها انها موهوبه وتقدر توصل لحلمها. هنا بتبدأ تتوتر من كلامه، ولما صاحبتها بتشوفها والمدير عمال يفضحها بتغير، تعمل نفسها بطنها وجعاها وبتاخد رشا وبيمشوا. في نص الطريق بتخلي رشا تنزل تشتري لها حاجات من الصيدليه، رايحه تحاسب بتلاقي ان اللي واقف اصلا على الكاشير هو كيم صاحب باي، بيطلب منها ما تقولش اي حاجه لاي حد. وما بتطلع علشان تركب العربيه بتلاقي السواق مشي، بترن عليه بيقول لها ان صاحبتها تعبانه جدا وما قدرش يقف ورايح يوديها للمستشفى، فبتضطر تمشي في عز البرد. ولما بترجع للسكن بتلاقيها قاعده مع اصحابها وعمالين يضحكوا. رشا بتديها العلاج وبتسالها عامله ايه دلوقتي، بتقول لها زي الفل، ليه هو انا كان مالي؟ وبتفضل تضحك. رشا بتعرف انها كانت بتكذب عليها وبتقول لها انا غلطانه اني صدقتك. بنلاقي رودي بتبقى قاعده في صاله الرقص بتتفرج على صور رشا، ورودي بتسال هان لما بيشارك في البرنامج هيكون مشهور، المعجبين بتوعه اكيد هيزيدوا صح؟ بيقول لها طبعا، بتحس بالغيره وقتها علشان هيكون عنده معجبين بنات. بنشوف احنا اصحاب كيم ماشي في الشارع وبتجيله رساله من صاحب الشقه اللي قاعد فيها، بيقول له بقالك شهرين ما دفعتش الايجار، قدامك الشهر ده لو ما دفعتوش هو كمان هيكون لازم تمشي وتسيب الشقه. بيكلم واحد وبيقول له هيدفع له، ولما بيرجع للبيت بيلاقي كاي مستنيه هناك. كيم بيقول له انت ليه ما جيتش البرنامج، وقال له انه مش هيجي تاني خلاص. وبنلاقي برنامج هيتعمل في المدرسه والمقدمه بتاعته هي رشا، واسمه برنامج المقلدون. ورشا تعبت وراحت المستشفى، ورودي زعلت جدا جدا من معامله اصحاب رشا ليها. كاي شافها زعلانه اخدها وراحوا الكافيه، وبترن على هان يجي هو كمان، وكاي طلب حاجه تشربها. واما وصل هان لقى كاي قاعد معاها فاستغرب جدا جدا، وكاي مشي. وبعدها هان خدها وراحوا حديقه الالعاب، وقال لها مالك، وقالت له ان هي زعلانه من رشا علشان مش بتحكي معاها في اي حاجه ومش معتبراني صاحبتها المفضله زي ما انا معتبراها. بنلاقي بعدها ان رودي ورشا اتصالحوا سوا، ورشا عرفت ان رودي بتحب هان. وبنلاقي ان كيم بيتحايل على كاي وامه علشان يدخل في المسابقه، وطبعا هما بيرفضوا. وطبعا احنا عارفين ان هان وكاي في مسابقه واحده، وكيم بيقول ان ده حلم حياته انه يشترك ويكون مشهور. وبعدها بنلاقي كاي بيعترف لرشا بحبه، ورشا بتروح البرنامج تعلن عن اللي في البرنامج بتاعها المقلدون، وهان بيكون المرتبه الاولى. وأما طلبت منه شخص كمان معاه في الفيديو اختار كاي، وهان وكاي بيقربوا من بعض وكل مشاكلهم بتنتهي.
عزيزي، وهان قرر ياخد كاي يبات عنده النهارده. هان شافته واتصدمت وهو بيقول لها اخويا هيبات معايا النهارده، وراحوا على الاوضه سوا، وراحوا تاني يوم المدرسه سوا، واصحابهم قعدوا يحتفلوا بيهم، ودونج طلعهم بس مباشر، وكل بيعرف خلاص ان كاي وهان اخوات ومفيش اي مشاكل بينهم. وكاي عرف ان كيم مسافر ومش راجع تاني، وطبعا زعل جدا، وكيم سافر وكاي فضل حزين جدا، وهنا حس ان كيم خذله. ويوم العرض كاي وهان عملوا كل المواهب بتاعتهم سوا، وراحوا بعدها كاي وهان يعلنوا عن الفائز الوحيد، وبيخلص المسلسل من غير ما نعرف مين فيهم اللي فاز. عزيزي المشاهد.